الرقم ده مش مجرد رقم عادي، ده حاجة لو فهمتها كويس هتعرف تاخد كل قرارات حياتك بسهولة. ومع انه احسن مثال للرقم العشوائي، لكن ده اكبر دليل على ان من وسط كل العشوائية دي بيخرج النظام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الباشمهندس. بص يا صديقي، أنا عارف إن اختياراتك مدمرة حياتك، وعلشان كده أنا جاي أقولك على طريقة هتخليك تختار أحسن اختيار من كل الاختيارات المتاحة قدامك. وبجد مش هبالغ لو قلتلك إن حياتك قبل الحلقة دي حمادة وبعد الحلقة دي حمادة تاني خالص. بص، أنا مش جاي أكلمك كلام تنمية بشرية، أنا عارف إنك عارفه كويس ومهما سمعته هتنساه وبرضه مش هتعمل بيه. أنا هقولك على طريقة مثبتة بالحسابات وبالورقة والقلم، فخلينا نخش في الموضوع على طول. المشكلة اللي بتقابل اي حد عموما ان الاختيارات المتاحه قدامه مش بتيجي في نفس الوقت. اصل هي لو جت في نفس الوقت يبقى مفيش مشكله اصلا، انت هتقعد وتفكر في الاختيار الاحسن بالنسبه لك وتختاره. يعني انت لو جالك كذا شغلانه في نفس الوقت هتختار المناسبه ليك اكتر وتقبلها وخلصنا على كده. لكن اللي بيحصل بقى انك بيجيلك شغل فبتخاف تقبله احسن يجيلك شغل احسن منه بعدين، فتبقى انت لبست الشغل الاولاني وضيعت على نفسك الفرصه، وفي نفس الوقت بتخاف ترفضه عشان ممكن ما يجيلكش شغل احسن منه بعدين وتبقى برضه ضيعت الفرصه. وانت بقى سيدي العارفين، ولا الزمن بيرجع ولا الدنيا بتستنى حد، وبتحس في الاخر انك مستحيل تختار احسن اختيار. والموضوع ده انت بتقابله كتير جدا كل يوم وانت بتشتغل وانت بتشتري حاجه، حتى لو انت HR وبتعمل انترفيو لموظفين، وفي كل مره بتبقى محتار، هل اقبل بالفرصه المتاحه قدامي وارضى بنصيبي ولا ارفضها على امل يجي لي فرصه تانية احسن بعدين؟ بس الهندسه دايما عنده الحل. اصل عيب يعني تبقى متابعني واسيبك محتار كده. واحد يقول لي والله انا ولا كنت محتار ولا نيله، انا مش عارف انت طلعت لي منين اصلا. علشان نجاوب على الموضوع ده تعالى نتخيل ان انت عايز تشتري بيت، وفي بيوت كتير جدا معروضه للبيع، بس في ناس غيرك عايزه بيوت، واي بيت انت هترفضه في غيرك هيشتري على طول. الطبيعي ان انت تتفرج على شويه بيوت في الاول علشان تكتسب خبره، تعرف ايه البيت الكويس وايه البيت الوحش. السؤال بقى ايه النقطه اللي اقف عندها واقول خلاص انا كده شفت عدد كافي من البيوت واقدر بعد كده اقرر لو جه حاجه احسن من اللي فات خلاص هختارها وانا مغمض. ركز بقى علشان اللي جاي ده فيه شويه رياضيات تقيله حبتين، بس ما تقلقش هفهمك كل حاجه. تعال نسمي النقطه دي اس، وهنقول ان احنا هنشوف البيوت كلها من 1 لحد الاس، وبعد كده هنبدأ نقرر لو لقينا بيت احسن من اللي شفناهم قبل كده هنختاره، ولو لا هنرفضه ونشوف اللي بعده لحد ما نلاقي بيت احسن. اللي احنا محتاجين نحسبه بقى هو انا امتى اقف واقول ان انا شفت امثله كتير جدا للبيوت وبعد كده انا هقدر اقرر. من الاخر كده هي النقطه اس دي تبقى بكام عشان اقدر الاقي احسن اختيار على طول. لو لسه مش فاهم قوي كمل معايا هتفهم في الاخر. لو انا عايز احسب احتمال ان الاقي احسن اختيار فهو ببساطه عباره عن ان يكون احسن اختيار ده موجود اصلا وفي نفس الوقت اقف عنده واختاره. وكلمه في نفس الوقت دي بتترجم بلغه الاحتمالات لعمليه الضرب، والكلام ده ممكن يحصل عند اي نقطه، ممكن البيت ده او ده او ده او اي بيت. وكلمه او بتترجم لعمليه الجمع، وعلشان كده انا هجمع الكلام ده لكل نقطه من البيوت اللي عندي، من بيت رقم 1 لحد بيت رقم n. وبما ان عندي عدد n من البيوت، فلو قلنا ان في بيت واحد بس هو احسن بيت يبقى كده احتمال احسن اختيار هو 1 على n، بيت واحد في كل البيوت دي. وبما انه رقم ثابت فهنخرجه بره المجموع. اوعى تتوه مني، انا لسه ما عملتش حاجه. بالنسبه للمجموع ده بقى انا هقسمه حتتين، جزء من اول بيت لحد اس، وجزء من اس زائد 1 لحد اخر بيت n. وبما اننا متفقين ان احنا مش هنشتري اي بيت من 1 لحد اس، احنا هنتفرج بس، فكده احتمال ان اختار واحد فيهم هو 0. كده انا اتفرجت بما فيه الكفايه، ولو لقيت اي بيت احسن من البيوت اللي انا اخترتها هختاره على طول. افرض بقى ان احسن بيت موجود عند الاس زائد 1، فانا لما هروح هلاقي انه احسن من كل اللي شفته، وساعتها 100% هختاره، وبالتالي احتمال ان اختاره هيبقى 1. وهنا بقى يجي الجزء الصعب. تخيل ان لاجل الصدفه البيت اللي كان في اس زائد 1 احسن من كل البيوت اللي فاتت، بس الاختيار الاحسن كان في اس زائد 2، وبالتالي احتمال انك تختار البيت رقم اس زائد 1 هو ببساطه انك ما تختارش اي حاجه من الاس زائد 1 البيوت اللي فاتوا. طب هو ايه اصلا احتمال انك تختار بيت منهم؟ هو انك اخترت بيت واحد من الاس زائد 1 بيت اللي فاتوا. طب لو مش هختار منهم حاجه يبقى 1 ناقص الكلام ده اللي هو هيطلع في الاخر اس على اس زائد 1، وده احتمال انك ما تختارش حاجه من اللي انت عديت عليهم، وبالتالي اول لما هتشوف الاس زائد 1 هتختاره لانه احسن بيت. وبنفس الفكره بالظبط تقدر تحسب احتمال انك تختار احسن بيت من كل البيوت اللي بعده. كده بقى احنا خلصنا الجزء الصعب، والحلقه تتحول لمحاضره رياضيات سريعه عشان نحل الموضوع. علشان نبسط الدنيا هناخد الاس عامل مشترك، ولو بصينا على شكل المجموع ده هنلاقيه شبه داله احنا عارفينها كويس جدا وهي 1 على الاكس، ومعنى ان احنا بنجمع يبقى كاننا هنكامل. ما انا نسيت اقول لك ان التكامل هو عباره عن اني بجمع النقط بتاعتي. لو كملنا من اس لحد ان هتطلع النتيجه لن الان على الاس.
وهو ده احتمال ان اختار احسن بيت. انا بقى عايز ايه؟ انا عايز اعرف الاس تبقى بكام علشان اختار احسن اختيار. فببساطه هنفاضل ونساوي بالصفر عشان نجيب النقطه اللي عندها الداله بتاعتنا تبقى اعلى حاجه. وبعد ما نفاضل ونساوي بالصفر هتكتشف ان الاس على الان بتساوي 37%. يعني من الاخر كده انت محتاج تبص على 37% من الاختيارات المتاحه قدامك، وبعدين ابدا اقرر لو لقيت بيت احسن من اللي فاتوا كلهم اختاره، لو لا ارفضه، وتفضل ماشي لحد ما تلاقي بيت احسن من اللي انت شفته قبل كده. وخد دي بقى، نسبه نجاح الطريقه دي هي 37%. واحد يقول لي بعد كل ده ممكن افشل واختار اختيار ما يكونش احسن حاجه. يا عم احمد ربنا، احنا كنا فين وبقينا فين؟ بدل ما كان مستحيل تعرف توصل لاحسن اختيار الا بقى لو حصلت لك معجزه، بقى عندك نسبه نجاح مش قليله. والمعضله دي يا صديقي اسمها معضله السكرتاريه. ان انت مثلا لو عندك 100 موظف مقدمين على شغل، فانت لازم تبص على 37 واحد منهم الاول، وبعد كده بقى تبدا تقيم، هتشوف هتوافق ولا هترفض. فنصيحه ليك يا صديقي، لو انت هتقدم على وظيفه اظبط نفسك على انك تقدم بعد ال 37، عشان لو قدمت قبل كده غالبا هتترفض. في النهايه بقى اللي انا عايز اقوله من الفرح ده ان كل حاجه مهما بانت لك ان هي عشوائيه او حتى نسبه نجاحها معدومه، فهي بتتحسن كتير جدا بعد ما تفهمها وتدرسها كويس. ودي اساسا فايده المعرفه، حاجه بتخليك مختلف عن كل اللي حواليك. هي اي نعم متعبه وغالبا بتبقى ممله، بس هي زيها زي اي حاجه لازم تتعب عشانها علشان تميزك عن غيرك. وطبعا بقى انا مش محتاج افكرك انك عشان تفضل فاهم كل حاجه لازم تعمل حاجتين: ندوس على اللايك ونشترك على القناه. ولحد ما اشوفك تاني خليك دايما فاكر ان انت فاهمان.